والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد فوز وانتصار عظيم، يا سلام يا سلام يا سلام. أول حاجة كنشكر العالم بأسره، كل من فرح من قلبه المنتخب المغربي كنقول ليه شكرا شكرا شكرا. معكم قناة بريستيج بلادي وندخلوا مباشرة للموضوع. اليوم جيت قبل ما ندخل ان شاء الله في الفيديو نخليكم تسمعوا الفيديو ديال الركراكي. اسباني صحفي كيهين النصيري وكيقلل من الشأن ديالو، كيسأل الركراكي واش زعما غادي تاخذوا معاك المونديال ولا لا، وكأنه زعما ما كيستاهلش الالتحاق بالمنتخب الوطني، وكأنه يعني بغى يقول بأن النصيري مستواه ما يعني ما كيسمحلوش أنه يلتحق بالمنتخب الوطني واللعب في كأس العالم. فكيجي الجواب ديال المغربي الحر المدرب المعجزة اللي صراحة جمع العالم بأسره بهذا الاحترافية اللي فيه. خليكم تسمعوا اشنو قال الركراكي. سيدي سولني على نسيري واش غدير المونديال وبحال اللي كيحقر الوالد مغربي في بلاد ديال برا، قالوا واش دابا هو ما غاديش مزيان، واش بعدا غيقدر يمشي المونديال؟ وانا مغربي حار وكتعرفوني الهضره ديالي، انت بغيتي تدخلني في المغربي ديالي غنوريك غيمشي وغيمشي، بغيتي ولا ما بغيتيش. ولا باسكو ترجمت، انا هضرت بالاسبانيوليه وترجمت وقلت الولد غنعاونو علاش مغربي، علاش حنا عارفين ماشي اسبانيوليين غيعاونوا ولد البلاد، دونك حنا غنعاونوا. بالحق اللي يعجبني في كل شيء هادشي في الاخر اللي فهمني في كاملين هو لوبيتيغي اللي مدرب ديال سيفي، قال فهمت اللي باغي يقول باغي يحطي الحب اللعب ديالو. دونك ملي لوبيتيغي فهمني بعدا هو ولد الدومين الحمد لله. بطبيعة الحال الركراكي كان كافي وفى بالجواب والدفاع ديالو عن النصيري البطل ديالنا اللي كان سبب باش يتأهل المغرب النصف نهائي كأس العالم. المهم دابا اللي غادي تسمعوه هو فيديو ديال جزائري حر. هذا الجزائري يكشف دناءة الإعلام الجزائري اللي كيخفي فرحة خوتنا الجزائريين لفوز المغرب على العالم بأسره. لو كان عندكم ذرة شرف لكنتم تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمة الله عليه لما جاوا قالوا له بأن المنتخب المغربي إذا شارك في مباراة مع منتخب جبهة التحرير الوطني راحين يعاقبونا لمدة 2 سنين. قال لهم فليعاقبونا لمدة 4 سنوات إذا كان هذا من أجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمة الله عليه ملك المملكة المغربية وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. القذارة دائما من النظام الجزائري، دائما من إعلام النظام الجزائري الذي يريد بطبيعة الحال، هو عاجز على تلويث هذا الإنجاز لأن العالم كله منبهر مما فعله المغرب ومما فعلته المملكة المغربية بمنتخبها وبهذا الإنجاز اللي راح نتكلموا عليه. غارقون في الرداءة، غارقون في القذارة، غارقون حتى في العنصرية التي رأيناها من الإعلام الجزائري ومن النظام الجزائري يعني في الأسابيع الأخيرة، يعني على كل الأصعدة مسحوا الأرض مرة أخرى بصورة الجزائر لأن فرحون كما يعني الشعب الجزائري فرح. كان من المفروض أنهم ينقلون أولا بطبيعة الحال الفرحة في شوارع الجزائر لنرى جزءا منها. يعني هذه وهران، شوفوا ما يحدث في ولاية وهران، يعني الفرحة ما بعدها فرحة من الشعب الجزائري بالقمصان تاع المنتخب المغربي رأيناها يعني ولا أروع في الشوارع الجزائرية، وهذه عينا منها في المقاهي في الشوارع، الناس كلها فرحة بما حدث، الناس كلها يعني تحتفل إلا النظام الجزائري. ها واش راه يديروا. وفي خبر آخر غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد الإقصاء المر في الدور السادس عشر من مونديال قطر، وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى هذه نهار أقصيت إسبانيا، قالوا إسبانيا أقصيت دون ذكر المنتخب الذي أقصاها. اليوم التلفزيون العمومي وكالة الأنباء الجزائرية ولا واحد فيهم نقول هذا الإنجاز التاريخي اللي مش مرتبط فقط يا سيدي عندكم مشكل في المنطقة وغير ذلك، ماشي مرتبط فقط بالأخوة المغربية وغير ذلك، حدث عالمي اللي هو كأس العالم، العالم كله يتابع فيه إلا الإعلام تاع النظام الجزائري لا. ولكن وزيدوا شوفوا لماذا قلت لكم بأنه هادو غارقون في الرداءة يعني وغارقون في القذارة، لأنه حتى شوفوا اليوم هذا المدعو جمال بالماضي، شوفوا واش راهم يديروا. مجلة الجيش
تنشر في حوار تاع الناخب الوطني. هذه حدثت اليوم، وهاني نشر في الصوره تاعو التي اخذها مع الشنقريحه والتي كانت سابقه تاريخيه. الرجاله راهم في نصف نهائي كاس العالم بعد العمل. هذا ما جاش هكاك صدفه. لو كان عندكم ذره شرف، نتكلم مع من يحكموا البلاد ومع اعلام النظام القذر، بهدلتونا كجزائريين. لو كان عندكم ذره شرف لكنتوا تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمه الله عليه، لما جاو قالوا له بان المنتخب المغربي اذا شارك في مباراه مع منتخب جبهه التحرير الوطني راحين يعاقبونا لمده 2 قال لهم فليعاقبونا لمده 4 سنوات اذا كان هذا من اجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمه الله عليه ملك المملكه المغربيه وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. هل يعني ولهذا الجزائريين لما يخرجوا، انا الحاجه اللي تفرح انه الشعب الجزائري مدرك لهذا. هذا الفيديو المفعم بالحب وبالرضا وبالاخلاق الطيبه صراحه ايكيب فرقه كتستاهل، فرقه طيبه مؤمنه مسلمه ومرضيه. اما هذا الارجنتيني الصحفي الارجنتيني غادي نخليكم تسمعوا كيفاش غيبدا يذكر الله تعالى بقوه الفرحه ديالو لفوز المنتخب المغربي. صراحه المغرب دول العالم كامل، صراحه دونوا العالم كامل دون. Tiempo cumplido, quedan 10 segundos nada más. Mete la pelota largo, traza Portugal al borde del área, se va a ir. Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo. Marruecos se va a meter en la semifinal de la Copa del Mundo. ¡Marruecos! 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 Y rezarán. ¡Alá, Alá, 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 Alá! Gracias a Alá dirán lo que se arrodillan. ¡Marruecos! El primer africano, el primero del mundo árabe. Gigantes, sacó a Bélgica, sacó a España y ahora sacó a Portugal. Espera Inglaterra o Francia. Marruecos en la semifinal de la Copa del Mundo, no se puede creer. Por el amor al fútbol, por esto vivimos. Marruecos, el Golden City se mete a la siguiente fase a 90 minutos de una final. Marruecos a la semifinal de la Copa del Mundo. La pausa, volvemos. وهنا اخواننا الفلسطينيين، فلسطين الحبيبه ديما داعمه المغاربه وفرحانه اجل الفوز ديالنا. شوفوا شنو دايره.